السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء السعادة والسرور. ألف ألف مبروك المنتخب الوطني الناشئين، وأيضا لكل الجماهير اليمنية. صحيح مباراة ودية، ولكن فرحتنا اليوم لا توصف بهذا الانتصار وتطور المستوى بإذن الله. منتخبنا قادر على صنع الإعجاز والإنجاز في البطولة الآسيوية. طبعا ملخص هذه المباراة إذا وجدناه سننشرها لكم أولا بأول، ولكن في هذا الفيديو حبيت أن نبارك للجميع وأنشر لكم ملخص أبرز ما حدث في المباراة بعد أن سيطر المنتخب الوطني على المباراة كاملة وضيع العديد من الفرص السهلة للتسجيل. ومن هجمة مرتدة للمنتخب السعودي، تعرض لاعب المنتخب السعودي لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي، صدها نجم الحراسة ضح أنور. ومن هجمة منظمة لمنتخبنا أثناء الدربكة في مرمى السعودية، سدد الكرة الخضر فوق العارضة. ومن هجمة مرتدة سريعة ناحية أنور الطريقي الذي مرر الكرة باتجاه أيهم داقف الذي رفع الكرة عرضية نحو اللاعب محمد فاضل الذي وضع الكرة برأسه في المرمى على يمين حارس المنتخب السعودي، مسجلا الهدف الأول للمنتخب. وعقب الهدف سيطر المنتخب على ملعب المباراة، ومن عرضية اللاعب محمد رائد نحو المرمى تصدى لها الحارس، كما أضاع اللاعب أيهم داقف كرة أخرى لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني الناشئين على المنتخب السعودي بهدف نظيف. كما أجرى المدرب تغييرات محمد البعداني بعض التغييرات، حيث دخل عمر عبد الرحمن الخضر بدلا عن عصام ردمان، وأحمد ياسين بدلا عن محمد فاضل، وزيد الجراش بدلا عن علي الحنبصي، وعبد الواحد السياقي بدلا عن أيهم داقف. كل التوفيق للمنتخب، والحمد لله طمنا على المنتخب رغم الغيابات المؤثرة في المنتخب. استطاع الفوز على أحد المنتخبات المرشحة للفوز في البطولة الآسيوية. المنتخب السعودي قوي للغاية ومستعد استعداد جيد، ودمتم في رعاية الله. اللهم لك الحمد لك الشكر. أنا عبده.